مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه ذا باراميديك. الفيلم بيحكي عن أنجل، عضو في الفريق الطبي بيجري دايما على مساعدة المصابين في الحوادث مع شريكه في العمل ريكاردو. ولكن أنجل مش إنسان بريء زي ما بنشوف، الحقيقة إنه بيسرق أي ممتلكات غالية بيلاقيها مع المصابين زي المجوهرات والساعات وبيبيعهم لواحد اسمه فيرمن. أنجل عايش مع حبيبته فاني اللي بتدرس طب بيطري، وساكن قدامهم راجل كبير اسمه فيسنتي هو والكلب بتاعه. فاني بتحب الكلاب ولكن أنجل مش بيطيقهم، وفي ليلة ما بيعرفش ينام من صوت الكلب فبيفكر يتخلص منه بأي طريقة. حاول كتير يخلف هو وفاني لكن للأسف ما بتحملش، ولما بيروح للعيادة يكشف الدكتورة بتقوله إن المشكلة من عنده هو وفي احتمال ما يخلفش أبدا. اتضايق أنجل لما عرف إن هو السبب، والحقيقة إن علاقته بفاني ما كانتش علاقة رومانسية لكنه شخص عصبي ومتملك للآخر. وبيلاحظ إن الفترة الأخيرة فاني بتتكلم مع شاب زميلها في الكلية اسمه روبرتو وكان شكله وسيم. بيرجع أنجل لشغله في المستشفى وبيعرف دكتور صاحبه اسمه أندريس بمشكلته، فبيديله دواء معين وقال له إنه هيساعده. في الوقت ده بيجي لهم مكالمة طوارئ، فبيروح هو وريكاردو بسرعة وبينقذوا الضحية. وفي طريق الرجوع بياخد ريكاردو طريق مختصر ولكن بتخبطهم عربية وبيتصابوا بشدة، وللأسف كانت النتيجة إصابة أنجل بشلل في النصف السفلي وهيضطر يعيش على كرسي بعجل. طبعا الحادثة كان ليها أثر سلبي نفسيا كبير على أنجل وفاني. حاولت فاني على قد ما تقدر ترعاه وتساعده وتعمل له كل حاجة، لكنه بقى عصبي أكتر ومهووس وبيتحكم فيها. ولما لبست واتشيكت في مرة وراحت الجامعة شك أنجل إنها قربت أكتر من اللزوم من صديقها روبرتو، فبدأ يتعلم إزاي يخترق تليفونها عشان يعرف حقيقة علاقتها بزميلها. تاني يوم راح له ريكاردو يطمن عليه وكان واضح انه متصابش غير اصابات خفيفه في وشه. اتزعج انجل جدا لما شافه واتهمه ان هو المسؤول عن اللي حصل له، وفي النهايه طرده وقطع علاقته بيه. عدت الايام وفي ليله قبل خروج فاني للجامعه طلب منها تشتري له ايس كريم، ولما نزلت حمل برنامج على تليفونها ساعده يخترق كل خصوصياتها ويقدر يوصل للكاميرا والرسائل وحتى الاماكن اللي بتروحها. وفي الليله دي معرفش ينام برضه من صوت كلب فيسنتي، فتاني يوم قابله وواجهه بخصوص ازعاج الكلب. اعتذر له فيسنتي وقال له ان اضطر يسيبه لوحده في البيت عشان يزور مراته المريضه في المستشفى، لكن كان واضح ان انجل مش طايق حتى يشوف الكلب. ولما رجعت فاني اتخانقوا مع بعض لأن قدامها فرصة تشتغل في عيادة بيطرية وكمان هتقبل وظيفة تانية في خدمة عملاء، وكل ده عشان تعرف تصرف على البيت وكل اللي هي عاوزاه إنها تحقق حلمها. أما هو ما كانش مقدر لمجهودها. وفي الليلة دي حس أنجل بوجع رهيب في رجليه، دور على مسكن ولما لقاه قرر يحسسها بالذنب فخبى المسكن تحت المرتبة. وفعلا لما رجعت وبخها بشدة عشان سابته الليل كله بيتعذب في وجع ومن غير علاج، ومع الأسف بتصدقه فاني وبتحس بالذنب. وهنا أنجل جاب آخره من صوت الكلب وقرر يقتله. جاب حتة لحمة وزرع فيها إبرة، ومن ساعتها جانبه المظلم والمريض بجنون بدأ يكبر. وفي مرة اتصنت على فاني وهي بتتكلم بعد ما اخترق تليفونها وسمعها بتقول لصاحبها إنها مش قادرة تعيش مع أنجل أكتر من كده، ومع ذلك مش قادرة تسيبه هو في الحالة دي. ولما حس إنها ممكن تسيبه خاف على خسارتها فقرر يغريها عشان تقعد. جهز لها عشاء رومانسي ومفاجأة وطلب منها تلبس أحلى فستان، وعلى العشاء عرفها إنه قرر يجدد أوضة جدته القديمة عشان تذاكر فيها براحتها ومازال بيفكر في الخلفة منها. أما فاني ما كانتش متأكدة من اختياراتها من بعد الحادثة. وفي يوم كان أنجل بيستحمى بعتت فاني رسالة لصاحبها، وساعتها سمعت صوت الرسالة من خلال اللابتوب بتاعه وكأن موبايلها متوصل بيه. حست بالفضول فراحت تشوفه، وساعتها اكتشفت سره انه اخترق كل خصوصياتها وبيراقبها. الحركة دي طبعا ساعدت فاني تاخد قراره بكل ثقة وقررت تسيبه. لمت حاجتها بسرعة ومشيت وما سابتش غير فستان وردي كان اشتراه لها. خرج أنجل من الحمام واكتشف انها سابته بعد ما كشفت سره وحزن من بعدها. عدت شهور وأنجل وحيد في عزلة، وفي يوم قرر يدور عليها فراقبها وهي رايحة الكلية، ولكن اتفاجئ لما شافها خارجة مع ريكاردو صاحبه. والصدمة الأكبر لما اكتشف إن ريكاردو تعمد يعمل حادثة ويأذي أنجل لأنه هو وفاني في علاقة من مدة طويلة. مشي وراهم وفضل يراقبهم لحد ما دخلوا محل منتجات أطفال، وهنا كانت الصدمة التالتة إن فاني حامل بطفل من ريكاردو.
حس إن روحه بتتحرق وانهار من خيانتهم، وساعتها بدأ يخطط للانتقام. راح للدكتور أندريس صاحبه وطلب منه يديله مخدر عشان الألم بدأ يرجع له تاني. وفي يوم خرج وراها وهي رايحة الكلية، قرب منها وسلم عليها وادعى إنه جه عشان يعتذر لها وينهي علاقتهم ويودعها بطريقة أفضل. وللأسف صدقته وصعب عليها حالته، ووافقت إنها تمشي معاه لحد البيت. وهناك قال لها إنه جمع شوية حاجات تخصها وعاوز يديها لها، وبكده أقنعها تدخل معاه البيت بدون ما تدرك المصيدة اللي مستنياها. وفي الوقت المناسب حقنها بالمخدر وفقدت وعيها فورا. ولما فاقت اكتشفت إنها مربوطة ومكممة في أوضة جدته، ومهما حاولت تصرخ محدش سمعها. وبكده اتعلقت مرة تانية في عالم أنجل المريض. شغل موسيقى وعلى الصوت على الآخر ورجع لاستكمال خطته. من تليفونها بعت رسالة لريكاردو إنها بتقطع علاقتها بيه، ورمى تليفونها في النهر. فضل أنجل مهووس بفاني، كان بيخدرها وينام جنبها ويفضل يتكلم لحد ما خبط عليه فيسنتي وقال له إنه سمع صوت غريب، موسيقى عالية وتقريبا صوت فاني بتصرخ، لكن أنجل بيأكد له إن فاني مش موجودة. وفي مرة وهو راجع البيت ظهر له ريكاردو وبلغه إنه متأكد إن فاني اتخطفت ومش هي اللي بعتت الرسالة، لأنهم بيحبوا بعض وعاوزين يخلفوا من زمان، وأخيرا فاني بقت حامل. بيتهموا ريكاردو إنه عارف مكانها، لكن أنجل بيصمم إنه ما يعرفش حاجة عنها. اتفاجئت فاني لما صحيت ولقيته جنبها، لكن اتصدمت لما اكتشفت إنها مش قادرة تحرك رجليها. طمنها إنها مش هتفضل مشلولة على طول، وعدها إنه هيرعاها هي وطفلها. واترعبت لما لقت نفسها مش قادرة تتحرك في بيت محبوسة فيه مع مجنون. وصلت رسالة لأنجل من ريكاردو بيبلغه إنه متأكد إنه ورا اختفاء فاني، ولو ما رجعهاش هيبلغ الشرطة عنه. وهنا بدأ يفكر يخلص من ريكاردو تماما. ولما كانوا بيتعشوا مع بعض استغلت انشغاله وضربته بالإزازة وجرت رجليها ناحية الباب بتصرخ، لكنها ما كانتش في قوته. حقنها بالمخدر وأفقدها الوعي. خبط عليه فيسنتي منزعج جدا، المرة دي متأكد إنه سمع صوت فاني. اقتحم الشقة يفتشها، ولما شاف فاني وحاول يساعدها طعنه أنجل بالسكينة لحد ما مات. مش هيسمح له يبوظ خطته. وبعدها اتصل بفيرمان عشان يخلصوا من الجثة، وفعلا جه وتخلصوا منها بكل سهولة. تاني يوم الشرطة راحت له، والغريب انه قدر يمثل بثقة قدامهم جايين يحققوا بخصوص اختفاء فاني، لكن ما قدروش ياخدوا منه اي معلومة مفيدة. قرر انجل يحط نهاية لريكاردو، اخد مفتاح شقته من شنطة فاني وراح له الشقة، وحقنوا بمخدر قوي جدا افقدوا الوعي، وشربوا كحوليات كتير، وساب اثار للمخدرات في شقته عشان يبان انه مات متأثر بجرعة زيادة. بيرجع لفاني متحمس لتربية طفلها لدرجة انه عمل لها سرير مخصوص ليه، وهم بياكلوا قدم لها خاتم جواز كان سرقه، وساعتها فهمت انها لازم تهرب من الشقة في اسرع وقت. دخلت الحمام ودورت على أداة مناسبة تساعدها في الهرب، وفي الليل اترعشت وادعت انها مريضة بالحمى، فربطها وكممها عشان ما تهربش وهو بيشتري العلاج. واول ما خرج طلعت الأداة الحادة وقطعت بيها الحبل. حاولت تهرب بسرعة من الشقة قبل ما يرجع، استخدمت مفك وواجهت صعوبة في فتح الباب، وفي النهاية خرجت وقدام الأسانسير شافها أنجل، فبدأت تصرخ عشان حد يساعدها. وصل لها أنجل وحاول يمنعها، فضلوا يضربوا بعض لحد ما قدرت تجرحه بالمفك ووقعته من الدور السادس، وأخيرا بياخد جزاؤه. في المشهد التاني بعد شهور بنشوف أنجل في المستشفى لسه عايش لكن مشلول تماما بعد الوقعة. قربت منه فاني بعد ما استعادت صحتها، همست في ودنه وقالت إنها هترعاه وتاخد بالها منه. بمعنى آخر فاني مستعدة تنتقم لنفسها ولريكاردو بعد كل اللي عملوا فيهم. تفتكروا الغلط بدأ من عند مين فيهم؟ هل من عند أنجل من ساعة ما اخترق خصوصيتها وبدأ يتحكم فيها، ولا من عند فاني لما بدأت تخونه مع صاحبه اللي كان السبب في إصابته؟ قولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو دوس لايك. لو أول مرة تشوفنا على يوتيوب اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.